تعتقد أن قطعة من الورق المقوى عليها صورة لا تساوي الكثير، ولكن هواة الجمع على استعداد لدفع آلاف ومئات الآلاف من الدولارات للحصول على كروت البوكيمون النادرة حول العالم. دعنا نلقي نظرة معا. نقدم لك أندر 10 بطاقات بوكيمون في العالم مع أسعار بعض منها. رقم 10. تعد بطاقة فيناسور إحدى أوائل بطاقات البوكيمون في العالم، لذلك فهي قابلة للتحصيل وقيمة للغاية. كما هو الحال مع معظم بطاقات البوكيمون، يمكن بيع الإصدارات الخالية من الظل من الإصدار الأول من هذه البطاقة، خاصة إذا كانت حالتها جيدة، مقابل الكثير من الدراهم. في الواقع بيعت واحدة مؤخرا بسعر يقارب 8,000 دولار أمريكي. رقم 9. بين عامي 1999 و2001 كانت تقام مسابقة بوكيمون السنوية في هاواي تسمى تروبيكال ميجا باتل. كانت هذه المسابقات تضم 50 لاعبا فقط من جميع أنحاء العالم، لهذا تعد البطاقات التي وزعت بين اللاعبين في هذا الحدث نادرة للغاية، مثل بطاقة سايداك من وان تروبيكال ميجا باتل ترينر، وصل سعرها إلى 10,000 دولار أمريكي. رقم 8. عندما نتحدث عن مستوى اللعب، فإن بطاقة ماجيكارب هي بالتأكيد بعيدة كل البعد عن أقوى كروت البوكيمون، ولكن عندما تعلم أن هناك أقل من 100 بطاقة متداولة منها فقط حول العالم، ستكتشف مدى ندرة هذه البطاقة. أما اليوم فتصل قيمتها إلى 27,000 دولار أمريكي. رقم 7. في حفل عيد ميلاده 60 قام المدير التنفيذي لشركة بوكيمون تسونيكازو إيشيهارا بإصدار حوالي 30 بطاقة فقط من هذا الإصدار، ونادرا ما طرحت للبيع في السوق، وهذا ما يجعلها واحدة من أكثر بطاقات البوكيمون ندرة حول العالم. بيعت واحدة منها مؤخرا بسعر 13,000 دولار. رقم 6. تعد النسخة الأولى لبطاقة لوجيا ثلاثية الأبعاد إحدى أشهر البطاقات من الجيل الثاني للبوكيمون. لوجيا هي البوكيمون المميز في لعبة بوكيمون سيلفر، وكانت أيضا البوكيمون الرئيس في فيلم The Power of One عام 2000، وهذا يجعلها مفضلة بين المعجبين. لسبب ما كانت طباعة بطاقات لوجيا مليئة بالأخطاء، فالعديد من الإصدارات الجديدة للبطاقة تحتوي عيوبا تفرقها عن النسخة الأولى. نتيجة لذلك بيعت بطاقات النسخة الأولى ذات تصنيف PSA 10 مقابل سعر عال، مع تداول 44 بطاقة منها تقريبا، مقارنة بأكثر من 400 بطاقة منها ذات تصنيف PSA 9. الرقم 5. في مايو عام 1998 كانت هناك بطولة ميجا باتل خاصة للآباء والأطفال، حيث يشارك الآباء ويقاتلون جنبا إلى جنب مع أطفالهم. في ذلك الحدث وزعت بطاقة خاصة على لاعب النخبة فقط، وهي معروفة باسم كينغ سكام بيرنت تشايلد، نظرا لاختصار توزيع هذه البطاقات في ذلك الحدث. ومن المحتمل أن الأطفال احتفظوا بها بعد البطولة، فإن النسخ الجيدة منها نادرة، وهذا يجعل الحصول عليها صعبا جدا بالنسبة للعديد من هواة الجمع، وبالتالي يكون سعرها مرتفعا. رقم 4. كل عام في نهائيات ألعاب بطاقات البوكيمون العالمية كان المنظمون يطلقون بطاقات المدرب ويمنحونها فقط للفائزين كجائزة. كان استلام إحدى هذه البطاقات ضمانا لصاحبها لإمكانية اللعب في بطولة العام التالي. نظرا لأن بطاقة واحدة فقط تمنح للمربي في كل عام، فإنها تعد نادرة للغاية. رقم 3. عندما كانت شركة بوكيمون تبحث عن منتجين لبطاقاتهم للأسواق الخارجية، فإن شركة أمريكية تدعى Wizards of the Coast تواصلت معهم وأنتجت بطاقة لتقديمها إلى شركة بوكيمون لإثبات قدرتهم على طباعة بطاقات عالية الجودة للجمهور الأمريكي، ولكن لأنه كان مجرد عرض تقديمي، قامت الشركة فقط بطباعة الصورة بنمط ثلاثي الأبعاد من غلاف لعبة بوكيمون بلو جيم بوي، وهذا ما جعل هذه البطاقة بالتحديد مميزة ونادرة جدا. بيعت هذه البطاقة مؤخرا بسعر 360,000 دولار. رقم 2. يمكن بيع بطاقات تشاريزارد من الإصدار الأول بأكثر من 10,000 دولار أمريكي، ولكن بطاقة تشاريزارد ثلاثية الأبعاد هذه هي الأغلى بينها، وتعد نادرة جدا ومطلوبة جدا أيضا. لمجرد شعبية بوكيمون تشاريزارد وندرة البطاقات الخالية من الظل شادوليس، يصل سعر مثل هذه البطاقة التي تكون بحالة ممتازة إلى 120,000 دولار، بينما تبلغ قيمة البطاقة نفسها بحالة جيدة حوالي 12,000 دولار. نتكلم هنا على فرق التقييم بين درجة 10 أو 9 بحسب معايير PSA، لذلك تذكر أن تحافظ على حالة بطاقاتك النادرة إذا لم تكن تنوي اللعب بها من أجل الحفاظ على ثمنها. رقم
1. تعد بطاقة بيكاتشو الرسام إلستريتور أندر بطاقة بوكيمون في العالم، لذا فهي هدف مغر للجامعين. أهديت 39 بطاقة من هذا الإصدار للفائزين في مسابقة كورو كوميك إلستريشن لعام 1998، لذلك فهي تعد نادرة جدا وغالية جدا. الحد الأدنى لسعر هذه البطاقة هو $50,000 أمريكي، بعضها بيع بأكثر من $200,000. في الواقع في العام 2020 حطمت زين ماركت رقما قياسيا عالميا جديدا من خلال بيع أغلى بطاقة منها في العالم مقابل سعر $233,000 أمريكي. قامت بشراء بطاقة بيكاتشو إلستريتور بناء على طلب أحد عملائها، وبالتالي تم التأكيد مجددا على أنها أغلى وأندر بطاقة بوكيمون على الإطلاق. في العام نفسه بيعت بطاقة ثانية منها بسعر يزيد عن $200,000 أيضا. حطمت زين ماركت الرقم القياسي مرة أخرى في العام 2022 ببيع بطاقة بيكاتشو إلستريتور أخرى مقابل سعر $772,000. ولكن لحظة، سمعت أن لوغان باول اشترى بطاقة بيكاتشو إلستريتور بأكثر من $5 ملايين أمريكي، أليس كذلك؟ نعم، أنت محق تماما. كيف حطمت زين ماركت الرقم القياسي إذن؟ باختصار، يحدد سعر بطاقات البوكيمون بحسب حالتها وفق تقييم ال PSA. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه عندما تكون حالة بطاقة البوكيمون أفضل، بالأخص البطاقات القديمة، تزداد قيمتها. في حالة بطاقات بيكاتشو إلستريتور ذكرنا سابقا أنه قد وزع 39 بطاقة منها فقط، وبعد 25 عاما من المتوقع أن حالة هذه البطاقات ستتدهور. تعد بطاقة بيكاتشو إلستريتور التي اشتراها لوغان باول فريدة من نوعها نظرا لتقييم حالتها الممتازة PSA Grade 10، وهي الوحيدة الموجودة في العالم. أما البطاقات التي قامت زين ماركت بشرائها كانت فقط في حالة جيدة جدا PSA Grade 9 أو أقل، لذلك حطمت الأرقام القياسية.